هو السبب وسببوا يشغلوا باجرتهم يعني. لكن مش ببلاش. بس انه كنت تجي بستفاد انا من الكميه. قديش كنت تعمل يوميه؟ خير الله، ايام اعمل طلبيه 100,000 150,000 200,000. تعمل طلبيات؟ طبعا بناء للطلب. طيب شو كنت تعمل بالمصاري؟ بازخ من ميلي، مشتريات من ميلي، مقتنيات، سهر، مطاعم. يعني عم نحكي ب 92، لما انت ب 92 تحكي كان بعض الناس على الجحش وينه تلاقي 10 15 سياره. ليش؟ لانه فيش بازار الا ما يجي السكير حساب سياره، اوقات اسلحه. الاسلحه هديهم. اي عمله اسهل شيء بالتزوير؟ لونين، ادفع عمله هي الدولار. طبعا. واصعب عمله السعوديه. وهاي اللي ضربت معي لانه اصعب شيء. طبعا اول شيء كانت البدايه بدائيه جدا، وعماد اشتهر، صار يعني من اشهر مزيفي العملات في الشرق، الى ان انقصد من قبل اشخاص لكي يزور العمله الاصعب تزويرها هي الريال السعودي، ونجح بهالشيء ونجح نجاح باهر وجنى ثروات طائله. تجاريا انشهرت، اخذ ضجه، المال صار يجيني هيك على طبق من فضه. يعني انا الوحيد اللي تجارت تجاره اقبض مصاري على الميزان، ما عاد في عد. يعني مصاري بدي اقبض وبدي سلم مقابل المضبوط، بدي سلم مزور. شوف لوين. فصرت اقبض مصاري على الميزان، وهيدي يعني ما شفتها هاي التجاره لا بالمخدرات، لانه عايش الاجواء كلها، لا شفتها بالمخدرات ولا شفتها بتجاره السلاح. شو عملت بالريال السعودي؟ طبعته بناء لطلب. يعني كيف بدي اقول لك، لقيت الناس كلها عم تبحث عنه وما حدا قادر يعمله، لانه في بدك تقول شي 23 مرحله طباعه. اصعب عمله. خبرني بالتفاصيل. شو التفاصيل؟ شغله يطول شرحها. يعني اذا بنحكي عن الريال السعودي شغله سريه يعني او لا مش موضوع سريه ولا شيء ابدا، بالعكس. المجتمع اللبناني ساوى بين تزوير العملات الاجنبيه كلها، اي عمله او حتى المعادن او حتى كل التزوير، التزييف اذا بدك التعبير القانوني، تزييف العملات معاقب عليه كتزوير العمله اللبنانيه تماما.